يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم النهاردة معايا في روتين جديد وفيديو جديد. اولا ده روتين تنظيف، بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديوهات التنظيف وروتين التنظيف وكده، وكنا مركزين قوي في الطبخات والاكل والمطبخ والكلام ده. النهارده انا عامله لكم فيديو قوي جدا، فيديو حماسي جدا كلنا عملناه، وانا عملته من يومين بس معلش ما قدرتش امنتجه لان انا بعد ما خلصت الفيديو ده انا كان كل حته فيا حرفيا بتوجعني، فكنت نايمه في السرير. فطبعا النهارده بقى قلت لازم امنتج الفيديو وانزله النهارده، لانه مش هيبقى ليه معنى بعد كده في رمضان. يعني هو اصلا دي روتينات تنظيفات رمضان، فكان المفروض ان هي تنزل قبل رمضان يعني، وتنزل قبلها بفتره كمان يعني. بس سامحوني انا اتاخرت قوي في تنزيل الفيديو، لان انا هو يعني انا الفيديو ده خد مني يومين تلاتة. يعني أنا التنظيف ده عملته في يومين او تلاتة، وبعد كده ريحت عشان خاطر كنت تعبانة وجسمي وجعني، وبعد كده منتجت الفيديو، فلحقتكم بقى على ايه؟ على وقفة رمضان على يوم الرؤية. فقلت انزله بقى واحنا سهرانين كده، النهارده سحور، ليلة السحور. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وربنا يجعله شهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. وربنا يجعله شهر كريم يا رب، ويفرحكم كلكم يا رب إن شاء الله. آه، الفيديو ده زي ما قلت لكم انا عملته على 3 ايام تنظيف طبعا، لان انا عندي بيت اللي في الصعيد بسم الله ما شاء الله تبارك الله، طبعا هو دورين والبيت كبير ما شاء الله وواسع جدا، فبياخد مني مجهود جبار يعني. فطبعا مش بيخلص في يوم، اكيد لو شقة هتخلص في يوم او في يومين، ممكن نعمل جزء فيها والتاني يوم نعمل الجزء التاني. لكن الفيديو ده انا عملت الاول اول حاجة زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده. كل اللي يخشوا يشوفوا الفيديو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك وكومنت حلو من عندكم. وطبعا اللي اول مره يزور قناتي يشرفني بالاشتراك، اللي كلمه اشتراك يعني اللي باللون الاحمر، ويفعل الجرس. طبعا هنبدا الفيديو وقبل ما ابدا نصلي على النبي كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونشوف بقى. اول حاجه انا طبعا عندي فوق الدور الشقه اللي فوق 3 اوض او 4 اوض وريسبشن كبير. فطبعا انا عندي في اوضه فيهم، الاوضه دي فيها بلكونتين، فدي اكتر اوضه اللي هي اوضه مصطفى بتبقى معرضه دايما للتراب. فانا كنت مسافره اسكندريه ورجعت، واللي متابعني وعارفني وعارف قناتي هيعرف انا بسافر ليه اسكندريه وبرجع بروح على فين وهكذا. بس بالمختصر المفيد ان انا طبعا بسافر اسكندريه كل شهر، وبيتي في الصعيد في المنيا، فبعمل روتينات هنا وبعمل روتينات هناك. البيت اول ما برجع طبعا من السفر في اسكندريه بتبقى البلكونات عندي كلها تراب، لان انا بيتي على الطريق، وطبعا البلكونات بتبقى كلها تراب. واكتر اوضه هي فيها بلكونات هي اوضه مصطفى، فيها بلكونتين. بنطلع طبعا البلكونتين دول دايما فيهم المنشر بتاعي الغسيل. فاول ما باجي بالسفر اول حاجه بعملها بمسك الاوضه دي انضفها الاول واسيقها وامسحها كويس قوي، وبعد كده بخش على البلكونات، لان بطلع انشر فيها غسيل، بطلع ارد على حد لو حد بيرن الجرس تحت وكده. فدول الأوضة دي نضيفة، وأوضة جنى طبعا ايدي فيها على طول وبنضفها وقافلاها، وما فيهاش أي حاجة، نضيفة زي الفل. دي أوضة النوم عندي بقى كانت محتاجة فعلا تنظيف عميق جدا. الشبابيك والحيطان، احنا عندنا رمضان طقوس رمضان عندنا يعني غسيل حيطان، ننزل الستائر ونغسلها، تنظيف تنظيف يعني فاهمين. غسيل حيطان وتنظيف الحيطان. فانا طبعا اللي ساعدني المره دي اللي هي الموب اللي في ايدي دي في المسيح الحيطان وكده، فساعدتني جدا. وبعد ما خلصت الشبابيك والالموتال بتاع الشبابيك وغسلته ومسحته، ابتديت بقى ايه امسك الحيطان وخلصتها، وبعد كده رحت مسيقه الارض واديتها زي الفل، خليت الاوضه بتبرق. خلاص كده خلصنا الحيطان، خلصنا الشبابيك ونضفنا ولمعنا الموبيليا ومسحنا الارض. بعد كده انا كنت نزلت الستاير دي، كنت غسلاها قبلها برضو بيوم، نشفت على طول بركب عشان الاضاءه وعشان النور وعشان الدبان. هو أنا ركبت الستاره، عندي الستاره بتاعت اوضه النوم عامله لها بلاك اوت جميل، بيخلي اوضه النوم تحفه وجميله، والاضاءه فيها بتبقى حلوه يعني.
فانا طبعا بالنهار يعني ان هي تقعد يوم بالنهار ده يعني دبان وناموس وبتاع. فقلت لا، على طول اول ما الستاير تتغسل وتنشف لازم ايه، اركبها. وانا بركبها كده قام النور قاطع عليا، ملاحظين؟ اهو جيت اقفلها لقيت الدنيا ضلمت عليا، قلت لا مش هينفع بقى، خليها مفتوحة دلوقتي. المهم ركبتها، وقلت الفرش، بقية الفرش وبقية فرش الارض بقى وتكملة الفرش وكده خليه لما النور يجي بالليل. وفعلا انا بقى خلصت كده اوضه النوم واوضه مصطفى وجانا نضاف. اطلع بقى على الريسبشن. الريسبشن برضو كان محتاج برضو براويز تتمسح، مراوح تتمسح، الحيطان. عندي الانتريه اللي في الريسبشن فاتح، فاللي بيقعد عليه بيعلم ايده بتعلم، فقلت لازم يتغسل برضو، اتغسل وسبته ينشف ومسكنا تنظيف. وكان معايا حد على فكره، انا مش لوحدي، مش هكدب عليكم يعني، لان المجهود ده يعني اكيد انا ماسكه مثلا الحيطان والبراويز والتلميع والشبابيك، هي مثلا بتمسح ورايا وكده. غسيل الكراسي دي لازم تتغسل كويس قوي لان بنقعد عليها كتير، فطبعا بتتوسخ بسرعه. لانها لونها فاتح، رمادي فاتح زي ما انتم شايفين. مسكت كل حاجه، ما سبتش ولا حاجه. خلصنا كده هنا مسح الارض اهي، بصوا الارض ما شاء الله بتبرق اهي. الصالون عندي اهو كله اتمسح واتنضف وفوت كده ومسحوق، وحاجات اللي هي تنظيف الانتريهات والحاجات دي. علبة البلح بتاعت رمضان اهيت، طبعا بموت في البلح انا، اللي هو التمر يعني. بقول لكم بقى اهو خلصت كل حاجة، بصوا ما سبتش ولا حاجة. كراسي الانتريه وكراسي الصالون كله اتمسح، كله اتغسل، الحيطان اتغسلت، البراويز، المراوح، كله، حتى المكتبة، الشاشة، كل حاجة يا جماعة اتمسحت. ليه بقى؟ تنظيف، ما هو ده تنظيف عميق. يعني ايه تنظيف عميق؟ يعني كل حاجة هتتغسل، كل حاجة هتتمسح وتتلمع. خلاص خلصنا الريسبشن ومسحنا. دي بقى مرحلة الايه اللي هي كانت تاني يوم بقى، احنا خلصنا المسيح والكنس والتسيق وكل حاجة. هنا بقى مرحلة الفرش بقى. خلاص احنا خلصنا مية وخلصنا ونضفنا، دي مرحلة الفرش. كنت انا هنا بقى عملت ايه؟ كنت خلصت يعني اخد الشاور بتاعي، يعني البس عبايتي الجديدة. رحت داخله بقى عشان افرش. طبعا هشيل الملايه المفروشه واحط ملايه تانية جديده او نضيفه. دخلت بقى هنا على اوضه النوم اشيل بقى الملايات، احنا ماسحين ومخليين كل حاجه، حتى الستاير بصوا ورايا جميله جميله جميله. نضفت بقى نفسي انا كمان. خدت الشاور بتاعي وكل حاجه خلاص، ورحت فرشه بقى اوضه النوم، بصوا الجمال. وجبت معايا ايه كمان؟ لا ده في حاجات جديده جايه كمان. ايه اللي جاي بقى؟ شايفين؟ جبت حافظه في اوضه النوم. كان عندي سجاده في اوضه النوم لونها رمادي مش ماشيه خالص مع اوضه النوم، فكنت زعلانه ونفسي ان انا اغير السجاده واجيب سجاده غيرها. جبت الحافظه دي، بصوا جميله ازاي. والله العظيم الكاميرا ظلمها جدا، اللون بتاعها منور عن كده، ده هو الذهبي الذهبي، فاهمين؟ هي كده باينه ان هي بيج فاتح، هي بيج آه على ذهبي، بيج على ذهبي. بصوا منظرها، كنت بدور عليها ومش لاقياها، وكان نفسي فيها قوي عشان تمشي مع ديكور الاوضه. انا عندي زي ما انتم شايفين لون الاوضه كله بني غامق، والستاير هنا قافيه، بيج في قافيه، وطقم السرير الاصفر عباد الشمس ده مع السرير زي ما انتم شايفين لونه بني، مع المفارش بتاعت الكومود كلها لونها السكري الفاتح، مع البيج، مع الكافيهات، مع البنيات، مع الذهبيات او البيج الغامق. شكلها تحفة قطيفة. حوالي متر وستين في مترين او مترين وحاجة، يعني دي مش 2 في 3، دي اقل منها شوية. كانت عاملة 950 جنيه. وجبت المشاية دي قصادها في قدام السرير، يعني السرير اهو وادي المشاية دي كمان جبتها برضو بيج في ذهبي، بيج في قفيف ذهبي، بيج في قفيف ذهبي. دي كده اوضه النوم، كده اوضه النوم يا جماعه. عايزه اوريها لكم بقى واحنا طافيين الانوار، كلها كده الوان متناسقه، حتى الخلفيه اللي انا عاملاها ورا السرير كافيه، بس برضو الاضاءه ظلماها. والله العظيم انتوا يعني مش حاسين اللي انا حاساه.
حاسه الاوضه جميله متناسقه كلها مع بعضها، تحفه جدا. ذهبي في بيج، مع المشاية بتاعتها دي المنقوشة دي شوية، برضو فيها خفيف بيج في ذهبي، مع طقم السرير مع الستاير. وانتوا طبعا والكومود اهوت والاباجورات لونها برضو ذهبي في بيج، ومع السكري الفاتح هنا برضو. بصوا الالوان الحمد لله متناسقة جدا. يلا بقى نطفي النور في اوضه النوم، وخلصنا كده اول مرحله او اهم حاجه في البيت، الاوضه، يعني الاوضه دي. وطبعا الحمد لله ربنا اكرمني طبعا وانعم عليا باوضه نوم الحمد لله واسعه جدا، فبتحتاج مجهود وشغل عشان يبقى شكلها كده باين ويبقى شكلها منور كده. خلصنا، يلا نشوف اللي بعده. هنا بقى في اوضه النوم بتاعتي المصليه وركن الصلاه بتاعي. هنا بقى ان شاء الله، او عامه يعني سواء كان في رمضان او غير رمضان، انا ده ركن الصلاه بتاعي في اوضه النوم. يعني دايما انا حاطه السجاده دي مش بشيلها. لو شلتها في حالة لو انا هنضف واشيل الارض وكده وهنضف اوضه النوم، لكن هي كده على طول محطوطة. ده ركن الصلاة بتاعي عشان رمضان وعشان غير رمضان، قبل من رمضان كمان يعني. كل سنة وانتم طيبين. يلا دخلت بقى هنا على الريسبشن كمان، خلصت بقى الاوض كده، ندخل بقى على الايه، الريسبشن. طبعا عندي برضو كنت شايله كل الستاير غسلاها كلها، فاهم حاجه قبل ومسح الارض ومسح الحيطان خلاص زي ما احنا اتفقنا على كده. دي مرحله بقى الفرش برضو، ان احنا نركب الستاير، نركب الخداديات بتاعه الانتريهات، نفرش اللي هي اسمها الايه، بياضات او البتاع دوت اللي هي بتتحط على الانتريه يعني. وطبعا هنا برضو عامله حاجات جديده عشان يبقى شهر رمضان كده كله جديد في جديد. كده دخول شهر رمضان لازم يكون فيه اختلاف بصراحه، عشان نحس ان في حاجه مختلفه. شهر رمضان يعني كل حاجه فيه تبقى حلوه، البيت، النفسيه، الاكل، الايام كلها تبقى حلوه. والله العظيم صدقوني يا جماعه، يعني انسوا الهم وانسوا المشاكل وانسوا الغلا اللي احنا فيه وانسوا كل حاجة، وافتكروا ان احنا في شهر رمضان. شهر رمضان ده شهر بيجي في السنة. الشهر ده لازم كل حاجة فيه تبقى متغيرة، نفسيتك متغيرة، تستهدي بقى بالله، ونقعد بقى نستقبل الشهر الحلو ده. آه ان احنا بقى ننزل هنصلي تراويح، نصلي الفروض في او في ميعادها، نقرا قرآن. يعني احنا يمكن سايبين المصحف ده، الحياة لهتنا عن قراءة القرآن كتير، لكن الفترة دي يا جماعة حاولوا وانا كمان معاكم ان احنا لازم نختم المصحف. يا رب يا رب قدرني، يا رب قدرني وقدركم ان احنا نختم المصحف في شهر رمضان ده. بصوا يا جماعة، ده شهر واحد في السنة، حاولوا بقدر الإمكان إن احنا نتقرب فيه إلى الله. نتقرب فيه إلى الله بالذكر، بالاستغفار، بالتسبيح، بالصلاة، بقراءة القرآن، بكل حاجة. أنا بسمع النهاردة بيقولوا الناس لبعضهم، الناس ما بتفتكرش ربنا غير في رمضان بس. ليه يا جماعة؟ لا والله، لا، في رمضان وغير رمضان. والله العظيم أنا واحدة من الناس، انا الحمد لله رب العالمين ما بسيبش صلاتي، استغفار، اذكار، الحاجات دي بتبقى معايا على طول قبل رمضان وفي رمضان. وانا قلت لكم ركن الصلاه بتاعي في اوضه النوم بتاعتي موجود على طول، السبحه بتاعتي جنبي على الكومودينو على طول، المصحف عندي على التسريحه قدامي على طول. لما بحس بضيق وخنقه بمسك السبحه وبمسك المصحف. فاهمين؟ كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله شهر مبارك علينا، لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. بصوا بقى، هنا بقى انا ركبت الوشاش بتاعت الكوشنات او الخدديات. وبعد كده اشتريت الطقم ده. الطقم ده طقم اللي هي بياضات بيتباع جاهز. انا كنت جايبه اللي قبليه قماش وقصيته وعملته يعني، لكن المره دي جبته جاهز بقى. قماشه كده حلوه جميله، بتلمع فيها لمعه حلوه، والوانها متناسقه جدا، وفيها دانتيل او جبير من تحت كده زي ما انتم شايفين اهوت، ورسوماتها هاديه ورقيقه وراقيه جدا. بصوا، لا ورد بقى ولا الوانات ولا مش عارفه ايه، الزينه بتاعت رمضان. ركبت جزء في البيت من تحت، والجزء التاني قلت هخليه اركبه فوق. فركبت شوية حاجات كده، اللي هي النور اللي بينور ويطفي على الشاشة، وعلقت على الحيطة حاجات، وسبت بقى اللي هي الحاجات الورق دي، الشرايط الورق اللي بتتركب في السقف. كده خلصت الحمد لله، وفرشت اهو زي ما انتم شايفين كل حاجة اتلمعت، وادي الإضاءة بتاعت رمضان. ركبت الستاير بعد ما اتغسلت، البراويز، البيضات الجديدة او الفرش بتاع الانتريه ده الجديد،
كل حاجة بسم الله ما شاء الله الله أكبر. هنا بقى النفسية بترتاح. أنا بجد والله العظيم يا جماعة قسما بالله أنا ما كنتش حاسة بقدوم شهر رمضان عليا من أسبوع كده. لما فرشت ونضفت وشفت البيت ما شاء الله فوق وتحت، والله اتبسطت جدا وحسيت برمضان. فرحانة قوي قوي من رمضان جه، والله العظيم فرحانة. بصوا خففت الإضاءة، والسجادة اللي كانت في أوضة النوم طلعتها اهي في الريسبشن عشان تمشي مع الكفرات أو الحفاظات الرصاصي الغامق، وهي فاتحة جنبيهم وغامق في فاتح مع السقوفة مع الألوان. طبعا انتوا شايفين كده الكشمير مع الرمادي ما شاء الله. الانتريه بتاعي زي ما انتوا شايفين اهوت. ايه رأيكم بجد؟ قولوا ايه رأيكم، يعني انا ذوقي حلو ولا لا؟ بالله عليكم تكتبوا لي في الكومنتات، يعني ذوقي حلو وعجبكم الشغل والديكور ده ولا لا؟ واخيرا خلصت فرش، خلصت تنظيف، خلصت كل حاجة. ان شاء الله نستقبل شهر رمضان بقى الكريم على خير. ثواني اوطي التلفزيون. اخيرا خلصت تنظيف فوق وتحت، خلصت فرش، هلكت واتهديت، مع اني كان معايا حد بيساعدني بس انا تعبت بجد تعبت. بص بقى حبيت بقى ايه اروق على نفسي. جبت العبايه الحلوه دي عشان خاطر رمضان، لو خرجنا بعد الفطار ولا خرجنا قبل الفطار رحنا مشوار يبقى لازم كل رمضان نجيب عبايه جديده. دي العبايه الجديده بصوا فيها الزونت ده او كابتشو كده اهو كده. بس واخيرا خلصت معاكم فيديو النهارده بقى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى يا ريت تحطوا لي لايك كتير على الفيديو ده، وتحطوا لي كومنت حلو من عندكم. كل سنه طيبين، واشوفكم في فيديو جديد بقى عزومات رمضان ووجبات رمضان الحلوه. كل سنه طيبين، مع الف سلامه.